تخيل معايا، انت صاحي الصبح مزنوق في الميعاد، عامل دايت من غير فطار، والتاسك المفروض تسلمه النهارده بقاله اسبوع محطوط في تو دو ريست اللي انت اصلا ما فتحتهاش. سؤال: هو فين الوقت؟ ولا الاهم، هو الوقت ده بيتنظم ازاي اصلا؟ الحلقة دي مش عن جدول زمني جامد زي الحديد، الحلقة دي عنك، وازاي تبقى مدير نفسك قبل ما تكون مدير مشروع. يعني إيه تنظيم وقت؟ الناس بتفتكر إن تنظيم الوقت يعني تبقى روبوت ماشي على جدول بالثانية. لا يا باشا، تنظيم الوقت يعني إنك تتحكم في يومك بدل ما يومك يتحكم فيك. زي ما تكون راكب عجلة، أنت اللي ماسك الدركسيون، مش العجلة اللي بتسوقك. تخيل يومك زي بيتزا، لو ما قطعتش البيتزا بحكمة هتلاقي حد واكل نصها وحد واخد التلت وانت سايب لك حتة صغيرة فيها شطة. القطعة اللي راحت في السوشيال ميديا، واللي ضاعت في عم دقيقة وراجع، واللي طارت في خدنا نومة. ليه بنفشل في تنظيم وقتنا؟ السرطان السوشيالي، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، انت مش بتفتحهم، هم اللي بيفتحوك. الناس بقت بتسحب موبايلها أسرع ما بتسحب نفس. أسطولة هبدأ بكرة، المماطلة، المعروف علمياً باسم procrastination، واللي بالعربي معناها أنا عارف إن في كارثة جاية بس يلا ناكل فشار. المثالية القاتلة، عايز تبدأ في مشروع، بتستنى كل الظروف تبقى مثالية، يبقى مستني المعجزة. لما أجيب لابتوب جديد، لما الجو يبقى حلو، لما رمضان يخلص. دي مش خطة، دي أغنية تامر عاشور. مفيش خطة من أصله. في ناس بتدخل يومها زي اللي نزل البحر من غير ما يعرف يعوم، فاكر إنه هيعوم بالعافية، بس بينزل يكتشف إنه بيغرق في واتساب وجروبات العيلة. تشبيهات وحلول من الحياة. طريقة الطباخ الشاطر، ما ينفعش تطبخ كل حاجة مرة واحدة، لازم تسلق ده وتشوح ده وتحط ده في الفرن في نفس الوقت. يعني المهام تتقسم وتتعمل بنظام. قاعدة 80-20 باريتو، عارف إن 80% من نتائجك بتيجي من 20% من مجهودك؟ يعني في الغالب أنت بتضيع وقت. ركز في المهم مش في الكتير. تقنية البندورة، بومودورو، 25 دقيقة شغل و5 دقايق راحة. زي لاعب كورة بيجري وبيرجع يشرب مية، مش بيكمل الماتش على نفس واحد. قائمة المهام الذكية، سمارت تو دو ليست، بدل ما تكتب اعمل كل حاجة، اكتب مهمة واحدة بس، مهمة سهلة، مهمة بتستمتع بيها، وكافئ نفسك لما تخلص. حقائق صادمة بالأرقام، الشخص العادي بيقضي أكتر من 6 ساعات في اليوم على الموبايل، يعني تقريباً ربع حياتك في سكرول. أكتر من 70% من الناس بيقولوا إنهم ما عندهمش وقت، بس لما تبص على يومهم تلاقيه مليان فجوات زمنية. الدماغ بياخد وقت عشان يبدل التروس بين المهام، يعني كل مرة بتنتقل من مهمة لمهمة بتخسر حوالي 20 دقيقة من التركيز. إزاي تنقذ وقتك؟ ابدأ يومك بإجابة على سؤال واحد: إيه أهم حاجة لو عملتها النهاردة أكون مرتاح الضمير وأنا داخل أنام؟ افتح اليوم بالبند التقيل. أصعب مهمة خلصها في أول ساعتين من يومك، اسمها Eat That Frog، كل الضفدع الأول. اغلق الأبواب المفتوحة في دماغك، كل ما تسيب مهمة مفتوحة بتاخد حتة من انتباهك. قرر، يا تخلص يا تأجل بقرار مش بإهمال. وقت للراحة رسمي، ما تقولش هرتاح لما أخلص، لأ، خطط لوقت راحة فعلي. حتى الكمبيوتر بيعمل ريستارت. تطبيقات تساعدك مش تسرقك، استخدم أدوات زي تريلو، نوشن، جوجل كالندر، فورست، تزرع شجرة لو ما فتحتش الموبايل. الموضوع مش إنك تبقى سوبرمان، ولا إنك تمشي على جدول عسكري. الموضوع إنك تبقى عارف إن وقتك ده مش بيتكرر، ومش بيتخزن، ومش بيرجع. عيش حياتك، بس خليك مدير وقتك قبل ما الوقت يديرك. ولو الحلقة دي خلتك تفكر في يومك بشكل مختلف، اكتب في التعليقات إيه أكتر حاجة بتسرق وقتك، وشارك الحلقة مع أي حد حاسس إن الوقت مش مكفي. واستنانا في الحلقة الجاية عن متلازمة الشطارة الزايدة، لما تبقى شاطر لدرجة إنك بتعطل نفسك. يوم بتمر وليل بيجر نهار ويعدي واحنا في دوامة، والافكار بتجيب وتودي.
العالم بره بيعمل ايه؟ الناس فاكرانا وساكتين ليه؟ الناس بيروحوا الشغل ازاي؟ الناس بيلاقوا العيش ازاي؟ الناس بيقضوا اليوم ازاي؟ الناس بيجي لهم نوم ازاي؟ الناس شغلتنا الناس شغلتنا الناس والناس ويانا في كل وجود واحنا مع الناس وعشاننا بكره ملوش حدود وهقولك ايه واحكيلك ايه وهقولك ايه واحكيلك ايه وهقولك ايه واحكيلك ايه